في دكاترة بتقابلك في رحلة الدراسة بيسيبوا فيك أثر، مش بس عشان شاطرين لكن عشان بيشرحوا من قلبهم وبيدوا كل المعلومات اللي عندهم بصدق. دكتور محمد عبد الفتاح واحد من الناس دي. زمان كنا بناخد السنترال دوجما في الكلية وقد ايه الموضوع كان صعب وكان مفكك، لكن دكتور محمد عبد الفتاح عنده بلاي ليست كاملة على يوتيوب وكونتنت مجاني تماما بيشرح السنترال دوجما والموضوع بقى بسيط. شرحه خلاه يبقى أوضح من أي وقت فات. فجأة بقيت شايف الصورة كاملة، فاهم كل خطوة امتى بتحصل وليه بتحصل. بس التأثير موقفش هنا. دكتور محمد بيقدم كورسز كاملة عن الموليكولار دوكينج وعن الباينفورماتكس وعن الكانسر بأسلوب علمي دقيق جدا وبنفس الوقت إنساني وبسيط. بيشرح لك المرض مش بس كحقائق محفوظة ولكن كرحلة وكصراع بيعيشه الجسم وكأنك جوه الخلية نفسها. اللي بيخليه مختلف إنه دايما مؤمن إن أي طالب ممكن يوصل للي هو وصله على الرغم من إن سنه صغير، وكل طالب عنده القدرة إنه يفهم وإن المعرفة مش صعبة على حد. كمية الجهد اللي بيبذله في المحتوى المجاني اللي بينزله بتثبت إنه مش بس دكتور ومعلم لكنه صاحب رسالة مهمة. لو بتدرس بايوتك أو نفسك تفهم الكانسر، تفهم موليكولار دوكينج، تفهم بايوانفورماتكس بشكل حقيقي، أو حتى تحب العلم من جديد، ابدأ من عند دكتور محمد. شكرا يا دكتور محمد لأنك بتمثل المعنى الحقيقي لكلمة معلم، مش بس عشان علمتني ولكن كمان ألهمتني وفهمتني كل الكونتنت اللي أنا ممكن أكون محتاجها. دلوقتي هنبعت لكم اليوتيوب تشانل بتاعته والكونتنت كله بيكون فور فري، وكمان الفيسبوك بيج بتاعته، وهتلاقوا عليها في كل الفيديوز الجيميل بتاع دكتور محمد وكمان الواتساب، بحيث لو حد يقدر يتواصل معاه. أتمنى تكونوا استفدتوا النهاردة معانا ونشوفكم في الحلقات الجاية.